أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين. بسم الله الآب الخالق والناطق بكلمته والحي بروحه القدوس الإله الواحد آمين. نكمل معكم إخوتي الأحباء مناظرة الراهب إبراهيم الطبري من رهبان كنيسة المشرق الرسولية الجاثوليقية المقدسة مع الأمير عبد الرحمن بن عبد الملك الهاشمي في بيت المقدس في سنة 820 ميلادية. رأينا في الحلقة السابقة أن الراهب قد أوضح عقيدة الثالوث المقدس والتوحيد، وفي هذه الحلقة ستكون المناظرة عن التجسد والصلب. فقال المسلم: أخبرني أيها الراهب، ألم يكون الله قادر على تنفيذ أمره وهو جالس على عرشه حتى اصطفى هذا الإنسان كما تقولون؟ أي إنسان يتكلم عن يسوع المسيح. قال الراهب: عجبت من قلة فطنتك إلى مذهب الكلام، تقول إن الرحمن استوى على العرش وبهذا تجعله جالسا وعلى العرش مستويا، ثم تنفر من قولنا أنه حل في بشر حلولا بلا حد ولا وصف، وأنت تصفه بالجلوس والاستواء. أتقول إنه كان بعيدا عن العرش حينما استوى عليه، أو تقول إن العرش كان خاليا منه زمانا ثم استوى عليه من بعد ذلك؟ أما تقول إنه كان متكئا تبارك وتعالى؟ أنصفنا الآن واعلم أن ما استوى شيء على شيء كما وصفت إلا وهو راكب، وكل راكب هو مركب محدود، والذي ركبه واحده أقوى وأعظم منه، فلا تصف الله بهذه الصفة. نرجع إلى قولك: ألم يكن الله قادر على تنفيذ أمره؟ بل إنه قادر قوي قاهر، ولكنه لا يرى ولا يوصف ولا يدرك جوهره، يسمع كلامه ولا ينظر إليه، كما أخبرنا به موسى والأنبياء والتلاميذ. فلما رأى الله جل اسمه قلوب الناس قد فسدت وضميرهم يزداد شرا وتماديا في خلاف الحق، فطال زوغانهم عما دعاهم إليه من الإيمان به، ظهر الإله الأزلي في جسد البشر، فساق العبد بحكمته وفضله ورحمته، وأنقذهم من ضلالهم والكفر وعبادة الأوثان التي كان عليهم من عبادات إبليس، وهداهم إلى الحق، ولم يتغير من جوهره، ولم ينزل من مكانه إلى مكان لم يكن فيه، ولم يخلى العرش منه ولا السماوات والأرض، بل في أسفل القرار وأعلاه، خارج غير داخل وداخل غير خارج، بلا صفة ولا حد ولا امتزاج ولا افتراق. أي يوضح الراهب أن الله هو في كل مكان، وأن كلمة الله التي تجسدت
في نفس الوقت كانت على الأرض وفي السماء وفي كل مكان. قال المسلم: فإن الناس لم يطيعوا المسيح لكنهم أذلوه بالصليب كقولك. قال الراهب: بل قبله الناس الذين اصطفاهم ورحمهم وجعلهم يعرفون طرقه وينتهون إلى طاعته. أما الذين لم يقبلوه فاليهود والكفرة. ولكن انظر إلى تدبير المسيح جل ثناؤه، إنه أظهر فيهم الآيات والعجائب، ولم يدع الناس إلى أمر دون أن يبرهن لهم بما يظهره من الآيات والعجائب، فبرهن إن كل أعماله أعمال إله، حتى أقروا إنه ابن الله الحي. فمن عظم شر بني إسرائيل وفساد قلوبهم وحسدهم لم يلتفتوا إلى صانعيه إلا بسبب حسدهم أسلموه للصلب، كما هو مكتوب في كتب الأنبياء. ولم يسلم نفسه في أيديهم تقصيرا منه ولا ضعفا، لكنه فعل ذلك بحكمته وحلمه وتواضعه، ولم يجعل عليهم العقوبة وهو يعلم أنهم لا يؤمنون به. قال المسلم: إنكم يا معشر النصارى لا تعظمون المسيح إلا لأنه أحيا الموتى، وقد أحيا الموتى غيرهم من الأنبياء، إليشع وحزقيال وإيليا وغيرهم من الأنبياء، وليس كل من أحيا الموتى بإذن الله ينبغي أن يتخذ إلها وربا يعبد. قال الراهب: لسنا نتخذ المسيح إلها لأنه أحيا الموتى فقط، لكنه أحيا الموتى وقال: أنا القيامة والحياة، وأنا الطريق والحق والحياة، وابن الله ونور العالم. أنا الراعي الصالح، أنا أميت وأنا أحيي، وأنا الديان الذي سيدين العالم. وقال الراهب أيضا: أظهر المسيح الآيات بأمر منه نافذ، ولا يحتاج فيه إلى طلب ولا إلى تضرع كما فعل الأنبياء. فمن صنع كما صنع المسيح استؤهل أن يقبل منه ما قاله عن نفسه ولا على غيره. أما ما ذكرته من الأنبياء فلست أنكر ذلك، لكن هناك اختلاف بين ما صنع الأنبياء وما صنع المسيح من الآيات، لأن النبي كان إذا أراد أن يفعل أمرا صام وصلى وتضرع وطلب وزاد في صلاته وتشفع كما فعل إيليا وكما فعل الأنبياء. والمسيح لم يكن بهذه المنزلة، ولكن كان يمشي في الأسواق وبين الناس ويظهر الآيات بأمر منه نافذ، أي لم يصلي المسيح لكي يقيم الموتى، بل بكلمة منه أقام الموتى وشفى الأمراض وفتح عيون العميان وطرد الشياطين. ولم يكن الأنبياء يعملون الآيات في كل الوقت، أما المسيح فكان يظهر الآيات إذا أحب وأراد. فإذا كان هناك ميت كان يحييه، وأعمى يفتح عيناه، أو مريض كان يشفيه، وألوف من الناس جياع أشبعهم الخبز اليسير في البرية، وخلق عيونا لمن لم تكن لهم عيون، وصنع عجائب وطرد شياطين بكلمة منه، وفي أوقات فقط بإرادة منه بدون كلام أو بلمسة منه شفى أمراض ورحم الناس. ولم يكون الأنبياء يطلعون على الغيب ولا على ما في القلوب، أما المسيح فكان يخبر الناس بضمير قلوبهم ويعلم الخفيات ويخبرهم بما كان وسيكون. ولو قال الأنبياء للناس إننا أبناء الله لحق للناس أن يقبلوا قولهم لما كانوا يظهرون من معجزات، ولكنهم لم يكونوا يكذبون ولا يدعون ما ليس لهم، ولكن قالوا إننا عبيد الله. وقال المسيح: أنا ابن الله. صدق المسيح وصدقوا الأنبياء. أما عن الصلب فقال الأمين: ما أجراك أيها الراهب على الله؟ أنت تقول إن المسيح ابن الله، وتقول بعد ذلك إنه صلب.
أترى أن الله كان يسلم ابنه للصلب؟ ما عظى الله من ذلك ولكن شبه لهم. رد الراهب وقال: التشبيه مستحيل من قبل الله، وشهادة الرسل واضحة. قال الراهب: أحسب أن الأمر قد شك به اليهود الفاسدين، فهل أشاكل التلاميذ الذي هم أنصار الله كما تدعون؟ فإن كان الله شبه ذلك للرسل فإنما جاءت الضلالة من الله، وحاشا الله أن يضل خليقته، لأن الرسل قالوا إنهم عاينوه مصلوبا وذاق الموت وقبر أي دفن وقام بعد 3 أيام، وأتاهم مرارا بعد قيامته وكلمهم ومكث على الأرض بعد قيامته 40 يوما، وطلع إلى السماء أي صعد إلى السماء أمامهم وعاينوه صاعدا. فكيف يكون شبه لهم؟ هل يتهم الرسل أنصار الله بالكذب؟ ونبيك يشهد إنهم أنصار الله ولم ينطقوا إلا بما لقنهم الروح القدس. هل كان الله يلقنهم الشبه الباطل ليضل عباده؟ ما عظى الله من هذا القول: لا تقصر بالمسيح ولا تكذب رسله. قال المسلم: ما أقصر به وإني أفضله أكثر منك، وأنا أولى وأحق به منك أضعافا. قال الراهب: إذ سميت الملك السيد عبدا أو ألقيت الرجل الشريف من أبيه فقد بالغت في التقصير، لأنك تسمي المسيح الذي تشهد عليه إنه كلمة الله وروحه عبدا ذليلا سائرا للناس، وتقول إنه ليس ابن الله، والكتب تشهد له بذلك وتوضح لنا. قال المسلم: هذا القول الذي تقول إنما هو في إنجيلكم المحرف وكتبكم المحرفة، أما الإنجيل الأول فهو عندنا قبلناه من نبينا، لأن يوحنا وأصحابه كانوا قد فقدوا الإنجيل بعد طلوع صعود المسيح إلى السماء ووضعوا ما أحبوا، خبرنا بهذا نبينا محمد. قال الراهب: فإن يكون الأمر كما ذكرت فأدعو فآتينا بالإنجيل الغير محرف والكتب الصحيحة التي عرضتم بها كتبنا حتى عرفتم واستبان لكم تحريفها، ونأخذ بالصحيح ونبطل المحرف. أي يأتون بالإنجيل كما يدعي الإسلام أن كتبكم محرفة وأن عندهم الإنجيل الصحيح والكتاب، فآتونا بها حتى نترك المحرف ونأخذ بالصحيح. فهل عندكم الكتب الصحيحة وقد كلف الله نبيكم بالهيمنة عليها؟ ثم كيف تزعم أن نبيك أخبرك بهذا وهو شهد للحوريين أي للتلاميذ أنهم أنصار الله والله قد أوحى إليهم؟ ثم أخبرني كيف قبل الملوك وجميع الناس هذا الكتاب المحرف من يوحنا وأصحابه وأنت تزعم إنهم فيها شركاء؟ هل لأنهم طمعوا في أموالهم، أو خافوا من كثرة أجنادهم، أو فزعوا من حد أسيافهم، أو رغبوا في طاعة فرائضهم وسننهم؟ فإن ادعيت شيئا من هذا فقد عرف الناس حالهم، أي التلاميذ لم يبشروا بالإنجيل بالسيف أو باعوه بالمال لكي يدخلوا العالم إلى المسيحية، بل عرفوهم الناس في أمرهم، أي هم كانوا من الزهاد والمتواضعين، وهم الذين كانوا يوزعون الأموال على الفقراء والمحتاجين ويبيعون ما عندهم كما أوصاهم المسيح. فلا بد أن يكون لهؤلاء قدرة شريفة أظهرها للملك وللعامة حتى قبلوا كتبهم ودينهم التي كانت المعجزات وقوة الرب العاملة فيهم. إن الملوك والناس لم يقبلوا هذا الإنجيل من يوحنا وأصحابه لرغبة في أموالهم، ولا حذرا من أجنادهم، ولا خوفا من أسيافهم، ولا طاعة لوصاياهم، بل لأنهم رأوا الآيات والعجائب من إقامة الموتى وإخراج الشياطين وشفاء الأمراض المختلفة
من يوحنا وجميع تلاميذه. ثم قرب هذا الإنجيل الذي تزعم أنه محرف إلى قولك في الإنجيل الأول، وتنظر إياهما أقرب إلى العدو وإياهما أصح، وصاياك وأعمالك أم وصاياهم وأعمالهم، من الصوم والصلاة والصدقة والزهد في جميع اللذات وتوزيع الأموال على الفقراء والمساكين، فتعرف النور الواضح ويظهر لك فضل على ما تدعيه أنت وغيرك. قال الراهب أخيرا: ألا تزعم أن الله ذكر في جميع كتب الأنبياء ورسله أنه يخرج من نسل آدم ونسل إبراهيم ونسل آل إسرائيل ومن صلب داود رجلا يجعله الله فكاكا وخلاصا لعباده ووسيطا بينه وبين عبيده ووجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين؟ فلما ظهر وأظهر الآيات وتمت كتب الأنبياء وكفرتم أنتم به وتزعمون أن محمد عز وأكرم على الله منه؟ قال له الأمير: ويحك يا راهب، ألا تعلم أن محمد عز وأكرم على الله من المسيح ومن آدم وذريته كلها؟ قال الراهب: ما أعلم ذلك، ولكني أعلم أن السماء أشرف وأكرم عند الله من الأرض، وسكان السماء أشرف وأكرم عند الله من الآدميين، وأعلم أن المسيح في السماء العليا ومحمد وجميع الأنبياء تحت التراب، وأن السماء كرسي الله وعرشه، وأن المسيح جالس على كرسي العزة عند يمين الآب فوق الملائكة والعباد، فكيف يكون من هو تحت التراب أكرم على الله من هو في السماء على كرسي العز؟ قال المسلم: ألا تزعم أن المسيح يعلم الخفيات وما تضمره القلوب؟ فكيف عندما سأله تلاميذه عن موعد يوم القيامة فقال لهم أنه لا يعلم ذلك إلا الله وحده؟ فقال الراهب: قد علم متى يكون ذلك، ولم يحب أن يعلم أحدا عن ذلك اليوم. أما قولك إلا الله وحده فإنما قال إنه لا يعلم ذلك إلا الآب وحده، فقد صدق أن الله أبوه ولا يعلم أحد غيره، وليس بين المسيح وأبيه انفصال ولا خلاف. فقال المسلم: لا أقبل هذا القول منك حتى تأتيني بتصحيح. قال الراهب: أرأيت إذ عصى آدم ربه في الجنة وظهر في عصيانه واختباءه فصاح الله به: آدم آدم أين أنت؟ فقال آدم: ها أنا ذا. أكان الله لا يعلم أين هو؟ قال المسلم: نعم يعلم الله أين كان آدم. قال الراهب: ما كان يعلم أين هو، لو كان يعلم أين هو ما ناداه، ولكنه ناداه كرجل لا يعلم أين صاحبه. وكما يعرف الله أين كان آدم فناداه، كذلك علم المسيح موعد القيامة. وكيف لم يعلم موعد القيامة وقد أخبرهم بعلامات ذلك اليوم بالآيات التي فيها وقبلها وبعدها؟ والمجد للإله الواحد، آمين. صلوا من أجلي يا أخوتي. أخوكم الراهب المشرقي. آمين.